يلا اقول لكم على طريقه معتمده للتمر هندي اعتمدتها بقالي كذا سنه، والحقيقه ان دي فكره انا شفتها على النت وطبقتها مع تغيير بسيط يعني في الطريقه. حلوه جدا جدا وناجحه، وكتير جربوها وعجبتهم واعتمدوها كمان. وطبعا التمر هندي هنا ده التمر هندي الطبيعي، ملوش علاقه باللي في السوق ولا ببودره التمر هندي اللي بتتباع جاهزه. اول حاجه بنجيب الباكيتات التمر هندي دي، اي نوع انتوا تحبوه. دي حوالي 400 جرام. بقطعها بالشكل ده وبتأكد ان ما يكونش فيها اي شوائب او اي ورق او اي حاجة لازقة فيها. بشطفها شطفة سريعة وبعدين بنقعها ليلة كاملة. لو هننقعها ليلة كاملة فبحط مية فترة عادية. لو هشتغل بيها كمان ساعتين او حاجة فبحط مية بتغلي. انا هنا استخدمت مية فترة لانها باتت، والحقيقة انها باتت اكتر من ليلة كمان. غطيتها بستريتش فيلم وشلتها في التلاجة. كل بقى التكتلات دي هي بتفك كده لوحدها لما بتتنقع في المية، كأننا بنعمل مربى بالظبط. وده شكلها بعد لما طلعتها من التلاجة وبعد ما باتت ليلة. هو هنا كمان كانت بايتة ليلتين. بالمية بتاعتها بكل الكمية دي بنحطها في الحلة وبنحطها على النار، ما بنزودش مية. يعني لو عايزين تزودوا اوكي، بس هي ما بتحتاجش. الاضافه اللي انا بضيفها بحط حوالي 4 أو 5 معالق من الكركديه. ما تنسوش ان انتوا تشطفوه طبعا قبل ما تضيفوه للتمر هندي، لو انتوا حابين انه ياخد اللون الاحمر شويه زي الجاهز. لو حابينه بلون العادي يبقى ما تضيفوش الكركديه. هنا لما بدأ يغلي بسيبه بقى كأني بعمل مربى. بسيبه مثلا حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، بحيث ان هو بدأ ياخد قوام بسيط كده، وان كمان البذور بدأت تطرى او بدأت ان هي تظهر. هنا خلاص كان قاعد على النار حوالي ساعة الا ربع، وده شكله. وهو سخن بقى كده بنضيف السكر. طبعا التمر هندي بياخد سكر كتير. انا بضيف على 400 جرام 4 كوبايات سكر. الكمية يعني ما تتخضوش منها، لان لما بنبدأ ان احنا نخففه الكمية دي بتتوزع، فبيبقى السكر هادي ومظبوط جدا. انا حطيت الاول 3 كوبايات وبعد كده زودت اخر كوباية. هنقلب وهيبقى القوام زي المربى كده، بس يعني اهم حاجة يتحط وهو سخن. بس كده بنسيبه بقى يبرد علشان اقدر ان انا اتعامل معاه واقدر ان انا اصفيه. بتصفوه بالطريقه اللي تريحكم. في الاول احنا بنحتاج ان احنا نشتغل بسباتشلا او بمعلقه عادي جدا. بعد كده لما بنبقى عايزين نطلع البذور بقى وان احنا نصفي الكميه كويس قوي، بنخفف بشويه ميه تدريجي. مش بستخدم ميه كتير، تدريجي شويه شويه، عشان بس نقدر ان احنا نطلع كل الخلاصه من البذور لغايه لما كده البذور تطلع في ايدينا. وعلى فكرة الكمية اللي بتطلع بعد كده ممكن نزودها شوية مية تاني ونطلع العصارة اللي باقية فيها. بس كده هنبدأ بقى نخلص الكمية دي. طبعا أنا مسرعة الفيديو لأن الموضوع بياخد وقت شوية. وهنا أهو البذور بدأت تظهر، والخلاصة التمر هندي اللي هو المركزة اللي احنا بقى هنخففها وهنشيلها في الفريزر، هو ده شكلها. بنقسمه بقى في اكياس. انا بشيله في اكياس، ممكن انتوا تشيلوه في علبه، يعني زي ما تحبوا. برضو العلبه هتبقى فكره لطيفه ان انتوا تاخدوا منه بالمعلقه، لان هو مش بيتلج، برضو هو بيكون سهل في التعامل معاه حتى لما بيتشال في الفريزر. بس كده حطيته في الأكياس دي. ممكن تحطوه في أكياس تانية وبيتشال في الفريزر وبيكون سهل جدا في الاستخدام. وأول لما بيطلع ما بياخدش وقت خالص، فبجد بيوفر وقت ومجهود وطعمه حلو جدا. وعن تجربة وتجربة كذا حد السكر ده مظبوط قوي قوي. فجربوا الوصفة وإن شاء الله هتعجبكم وتقولوا لي رأيكم. هنا بقى أنا خففت الكمية دي بالمية. نصيحة، ما تعملوهوش في الخلاط، اعملوه بس بالويسك او بمعلقة. بس كده بصوا شكله، بصوا لونه حلو جدا جدا، وفعلا سكره كان مظبوط. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الوصفة دي وتعتمدوها. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين.